لو عايز تبدأ التداول ومش عارف تبدأ ازاي، انا هعلمك اللي محدش قالهولك قبل كده. يلا بينا. الناس كلها بتتكلم على التحليل الفني في الاول، لكن انا هعلمك الاساسيات من اول شيء خالص. ازاي ان انا اقدر ابتدي تداول؟ الناس كلها بتتكلم عن التداول بس محدش بيقولك ايه هي الاساسيات. ازاي ان انا اختار او اعرف المنصة اللي انا هبتدي اتداول عليها اذا كانت منصة موثوقة ولا لا. وعشان نعرف ده هنروح على موقع كوين ماركت كاب، ومن خلاله هنعرف إذا كانت المنصة موثوقة أو لا، وكمان من خلاله تقدر تعرف حجم التداول على المنصة. ورقم 2 لازم تركز فيها، وهي طريقة البحث عن العملة المناسبة اللي أنا هتداول فيها. بيكون إزاي؟ إذا كان عن طريق الأخبار أو عن طريق سمعت من أي شخص إن دي العملة المناسبة اللي أنت ممكن تتداول فيها، وبيكون عن طريق الماركت كاب، وده بيكون القيمة السوقية للعملة. وده مش معناها انك خلاص كده انت ممكن تشتري او تبتدي تتداول العملة. لازم تركز على التريدنج فوليوم، واللي هو بيكون حجم التداول. وبعدين بنروح على الوايت بيبر، وهو عبارة عن مستند تقني عادة بيستخدموه في التكنولوجيا والعملات الرقمية، وهو بيكون مستند مفصل وشامل عن العملة وفكرتها وتطويرها. واخيرا البلوك تشين، وهو دفتر شفاف تقدر تشوف عليه اي معاملة بتحصل في العملة اللي انت اخترتها. وبكده وصلنا لاخر الفيديو، وما تنساش لو عجبك الفيديو اعمل سبسكرايب ولايك، وانضم لجروب التليجرام هتلاقيه موجود عندك في الديسكريبشن تحت. سلام.